زيزو اللي هو بيبلغ في الموسم 10 مليون جنيه. الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده مش حقيقي. ليه الكلام ده مش حقيقي؟ لان استحالة لو انا حتى طلعت وقلت لك ان عقد زيزو 10 مليون جنيه في الموسم هتقول لي انت ما بتقولش كلام مظبوط والكلام غلط. امال القصة ايه يا جماعة؟ عشان بس الناس تبقى فهماها بمنتهى البساطة. لا في تزوير، ولا الاهلي زور عقد، ولا كل الكلام اللي انتوا سامعينه. الفكرة ان الثابت على الورق وموجود هو ان زيزو هياخد 10 مليون جنيه في العقد على الموسم الواحد. طيب امال ايه الارقام اللي احنا سمعناها ب 2 مليون دولار و3 مليون و4 مليون دولار؟ دي نسب اعلانات. يعني زيزو صح مش هياخد 10 مليون جنيه في الموسم، والكلام ده مش منطقي ومش طبيعي فعلا، لكن هياخد الباقي من قيمة عقده اللي موجود، هتبقى نسب اعلانات. وده مذكور كبند فين؟ في العقد اللي موجود في اتحاد الكورة. لكن طبعا شغل بقى قانوني، هم مش محددين نسبة الاعلانات اللي هياخدها قد ايه. ده اتفاق موجود ما بينه وما بين زيزو ولا عدد الاعلانات. لكن فعلا قيمة عقد زيزو ما هياش 10 مليون. قيمة عقد زيزو على مدار السنين اللي هو ماضيها كلها تفوق ال 200 مليون جنيه. لكن زي ما قلت لك الثابت اللي موجود في الورق هو ايه؟ هو الجزء الخاص بال 10 مليون بس، الباقي اعلانات ومش موجودة في العقد.